الشارع دايما مليان حكايات بالليل، في هدوء وعتمة مريحة للعين وبيئة جيدة لظهور المجرمين. شارع هادي في أحد جوانب المدينة بيظهر منها راجل عجوز ملابسه تشبه الشكارة، خشنة ومقطعة وماشي بيمشي مشية المتسكع متجه لفين ما هوش عارف. في نفس التوقيت بيظهر بوتيك ملابس فخم وبيكون فيه مانيكانات معروضة جواه، وهنا بيظهر توم وهو بيبص على المعروض جواه وبيلف وبيلاقي خاتم شكله مميز وبيسأل البياع: عندك مقاس؟ This one feels right. بيرد وبيقول له: مقاسك مش هنا، ده في الدور العاشر. وبيقول له: لازم تطلع فوق عشان تقيس، بعدين تدفع هنا. فبيستغرب توم وبيقول له: ماشي، فين الاسانسير؟ بيقول له: قدام على اليمين. استنى، هو البياع عارف منين ان مقاسه مش موجود هنا؟ هو ما جربش حتى يقيس. المهم وصل توم عند الاسانسير وبيطلع للدور العاشر، وبنلاحظ حاجة، ان الاسانسير لحد الدور الثامن بس. بيدخل توم مكان فاضي تماما، وبيكون فيه فاترينا عرض خواتم بس كلها فاضية ما عدا فاترينا واحدة فيها خاتم واحد. بيدخل توم وبيستغرب مفيش حد تماما ولا في شبابيك حتى، خمن انه ممكن يكون مستودع. المهم بيكمل توم وبيوصل للخاتم وبيخرجه وبيلبسه وبيطلع فعلا مقاسه، وهنا بيستغرب جدا. بيظهر خلفه راجل بشارب كبير وبيقول له: ما كانش ده اتفقنا؟ فبيتخض توم وبيقول له: انت مين يا عم؟ بيرد الراجل الغريب وبيقول له: ما كانش ده اتفقنا انك تتاخر، انت جيت على دور غيرك. وهنا توم بيقول له: دور ايه؟ انا مش فاهم حاجه، انت مين اصلا؟ انا عاوز انزل، انا مش مستريح من اول ما جيت هنا. خاتم على مقاسي، البياع قال انه المقاس بتاعي فوق مع انه مجربش يقيس الخاتم اللي تحت على ايدي. انتوا مين وفي ايه؟ انا عايز انزل من هنا. وهنا بيقطع كلامه الراجل وبيقول له: توم، انت بجد مش فاكر حاجه؟ مش فاكر انت مين؟ بيرد توم ويقول له: حاجه ايه؟ بيرد الراجل: انت عارف انت مين؟ توم بيرد: انت شكلك مجنون. وبيروح للباب بتاع الاسانسير ولكنه مش بيلاقيه مش بيلاقيه موجود، وبيلاقي مكانه حيطة. وهنا توم بيتخض وبيبص وراه وبيلاقي كتير من الناس اللي دراعه مكسور واللي راسه مش موجودة بس جسمه بيتحرك. توم بيقع على الأرض في اللحظة دي وخلاص هينهار، وبيتخض من الموقف وبيبص حواليه وبيلاقي مانيكان شبهه بالظبط متجمد. وهنا توم بيقول: افتكرت خلاص. وقبل ما ينهار توم بتبان الحقيقة. بنعرف هنا ان توم مجرد مانيكان من مانيكانات البوتيك، وبنعرف ان كل مانيكان بيجيله دور يتجسد في جسم انسان ويخرج يتعامل مع البشر لمدة يوم ويرجع تاني للدور العاشر وبينزل مكانه مانيكان تاني لمدة يوم. وبنعرف ان هم لما بيرجعوا بيحصل لهم فقدان ذاكرة طفيف، بياخد وقت عما بيفتكروا، ولذلك المانيكانات ما كانتش بتقول لهم الحقيقة مباشرة، لا ده بتديلهم شوية عما بيفتكروا عشان ما يحصل لهمش صدمة. الوحيد اللي كسر القاعدة دي كان الراجل العجوز الهربان في الشارع، هو اللي قرر يخرج بره البوتيك لكنه تاه ومش متذكر هو مين أو رايح فين. المعضلة هنا إن كل واحد فينا ممكن يكون المانيكان ده، ليك دور مجرد، دور معين، ولو خرجت عنه أو خرجت بره السيطرة هيبقى مصيرك زي العجوز: فقدان ذاكرة، فقدان هوية، فقدان المكان. تفتكر احنا في منظومة محددة ومرسوم خطواتها، ولا الإنسان فعلا مخير؟